الاخوات البنات دول رزق ورزق كبير قوي من عند ربنا. اوعي يكون عندك اخت بنت وتكوني مزعلاها، او اوعي يكون عندك اخت بنت تكوني ما بتستحملهاش. استحملوا بعض وشيلوا بعض، لان الدنيا دي بتتعاش مرة واحدة والعمر ده بيتعاش مرة واحدة. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح النشاط وصباح الشغل الكتير. عاملين ايه يا بنات؟ وحشيني جدا جدا. الفيديو اللي هو بيصور قدامكم حالا ده المفروض انه كان هيبقى فيديو لوحده واتمسح كله من على الموبايل. ايه السبب؟ انا مش عارفه. التليفون مهنج، كارت الميموري ما عادش فيه مساحه، لا المساحه فيه كتيره، بس ايه السبب مش عارفه. فهو اللي متبقي منه الكم مقطع ده، المقطع ده ومقطع كمان. تمام، فقلت انا هحطهم مع الفيديو اللي بعده واعملهم فيديو واحد، وهضغط الفيديو ما تقلوش عليكم. بقالي فتره كبيره تعبانه ومش بعمل حاجه في البيت، وحسيت خلاص ان هو لازم يتعمل. فقمت كده اتنشطت، وكان النهارده اليوم كويس شويه. المروحه دي اتفكت واتغسلت واشتلت الفرش اللي تحت، وبعدين مراتب السراير اتقلبت والمقاطع دي كلها اتمسحت. وبعدين قلت هاخد شاور كده عشان اقدر اكمل اليوم، واحط برفان يكون ريحته هاديه كده، اكون بحبه، يكون ريحته هاديه كده يمشي معايا اليوم. وهلبس بيجامه لان شغل، يبقى عايزه بنطلون عشان اعرف اتحرك براحتي جدا كده في البيت. كلنا كده. زمان كانت البنت دي تلبس برمودا استريتش ليجن مش عارف ايه، عشان هوب النهارده شغل والنهارده هنمسح ونكنس ونسيق. كلنا كنا كده زمان، وكلنا كنا بنعمل كده في بيت اهالينا زمان. والايام الجميله دي كانت زمان. مين بيحب ايام زمان يا بنات؟ ونفس الايام دي ترجع تاني، ولا كان في نت ولا كان في موبايلات كتير زي دلوقتي، وكانت الدنيا جميلة وبسيطة، وكنا بأقل حاجة بنرضى. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب على كل نعمة. المهم هنا يا بنات، اول حاجة عملتها شغلت الغسالة، مليتها كده وبدأت احط الفواتح مع بعضها كده. الغسالة النهاردة اتهلكت معايا، اي والله زي ما بقول لكم كده، عملتها زي الغسالة الاوتوماتيك. بقيت افضي واشطف فيها واعصر، بس كل دور بدوره كده، اصرف ميته واحط الدور التاني باريال جديد زي الاوتوماتيك بالظبط. استخدمتها اوتوماتيك النهارده، ما كانش قدامي غير كده. وبعدين دخلت كده على كل من المية، غسلته غسلة محترمة، وبدأت املاه بقى واحط فيه تلج عشان يكفي معايا اليوم. فطبعا الشغل ده كله هتكوني ما انتش فاضية تطبخي، مش يا اما هيكون عندك اكل بايت، يا اما هيجيلك غدا من بره، يا اما هتجيبي سمك مشوي جاهز. المهم، اخت حبيبة قلبي، بدعيلك والله ربنا يديك الصحة. هنا بقى فايدة الاخوات يا بنات. عارفة ان انا عايزة اكل محشي، وعارفة ان انا مش قادرة اعمله. قالت لي بسيطة يا ستي، حاضر هبعت لك حلة محشي. قلت لها بجد؟ قالت لي والله. قلت لها تمام، ما تحرمش منك. ولقيت حلة المحشي جاية. احلى هدية دي بقى ولا ايه؟ دي الهدايا بقى، ولا تقولي لي هدايا فالنتين، ولا تقولي لي هدايا ورد ولا دباديب، لا هي دي الهدايا اللي تدخل ترم العظم. بطة صغنطوطة شامورد كده حلوة. طبعا الناس اللي بتربي هتبقى فاهمة انا بقول شامورد ليه. ايه، صغنطوطة كده ما تاخدش حاجة في السوا، ولحمها مسكر سكر كده. تسلم ايدك يا غالية، ما تحرمش منك ابدا. فطبعا بقى هنا انا كنت حاطه في بطني بطيخه صيفي، وقمت جايه شايله فرش الانتريه وفرش السرير الكبير، والمراتب اتقلبت و... والمروحه اتغسلت اللي كانت عايزه تتغسل، ونزلت اتغسلت غسله بالليفه محترمه واتركبت. و... وفرش الانتريه مش بغسله كله على مره واحده يا بنات. يعني المقاطع اللي اتمسحت كان فيها الكرسيين اللي تحت المروحه. تمام، لان المروحه وهي بتتفك اكيد هتنزل تراب، فخلاص يبقى الجزء ده يتعمل النهارده. تمام كده تمام. اما باقي الفرش اتعمل في فيديو تاني لوحده. فاهمين يا بنات؟ يعني ما تجيش على صحتك. اللي تقدري تعمليه اعمليه، وكل فيديو هقولك نفس الكلمة، لان اللي بيجي على صحته هو اللي خسران، محدش تاني غيره هيخسر. يعني انت اما تيجي على صحتك عشان ولادك وعشان جوزك وعشان قرايبك بدون استثناء بقى، مش هجزأهم، مش هقول قرايب جوزك او قرايبك اللي هم اهلك، لا هم دول اهلنا ودول اهلنا. فلما تيجي على نفسك عشان خاطر ده وخاطر ده وخاطر ده، انت مش هتلاقي نفسك في الاخر. فنفسك الاول انت شوفي، ما سيبك من كلام الناس، وسيبك عملت ما عملتش ده بتجزأ الشغل. لا انا ما بقولكوش الكلام ده من فراغ، انا بقولكوش الكلام ده الا لما انا جربت، ولما انا تعبت، ولما انا كانت تبقى قدامي سجاده وسخه ومانيش قادره اقوم اشيلها اغسلها من التعب اللي انا فيه. بعد ما كانت السجاد كله بيتغسل في يوم واحد، والفرش كله بيتعمل، وكل حاجه كانت في يوم واحد. فاللي انا بقوله لكم مش من فراغ. المهم هنا عايزه اقولك ان الصحه ما بتتعوضش.
مش معنى كده ان احنا هنقصر في حق بيتنا وحق عيالنا، ده عيالنا قبلنا في كل حاجة. بس انا اقصد من كلامي ده كله ان الصحة ما بتتعوضش. كل الفرش اللي اتغسل المرة الأولانية ده كان في فيديو لوحده، والفيديو اتمسح فأنا ضميته مع الفيديو ده. هنا بقى ده يوم تاني غسلت بقى الكنبتين لوحدهم، وبغير المية يا بنات. يعني القطعة الواحدة بتاعت الانتريه اللي اتشالت قدامكم دي بتاعت الكنبة دي، خلاص دي لها مية بتتصرف وتترمى ويتعمل مية جديدة للكنبة الجديدة. انا ماشية بالمبدأ ده، لان انت اصلا لو حطيتي اريال وزودتي اريال على نفس المية وحطيتي برضو، الفرش بيبقى ريحته تراب، لان التراب بتاع الكنبة الاولى نزل في المية دي. فمهما بقى تحطي اريال ومهما تزودي مية ما بحسهاش نضفت بصراحة، فبصرف كل حاجة بميتها كده. واقوم رايحة بقى الغسالة تفضى تملى تاني كده واحط غيره. احطي بقى كلور الوان، حطي كلور ابيض، حطي اللي تقدري عليه بقى حطيه. بس لو كلور ابيض ما تزوديش قوي عشان ما يبوظش الحاجة منك. تمام. وبدأت بقى هنا اسيبها ترغي واقوم غاسلة بقى. في الوقت ده انا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت جامد. فالشقة ما كانتش عندي احسن حاجة. فبدأت هنا كده لما شديت حيلي شوية وعارفة ان هيبقى في عملية، يعني الدكتور قال لي احتمال كبير نعمل عملية. فبدأت بقى لا، ما هو انا تعبانة، فقومي بقى خدي الدواء وقومي شوفي اللي وراكي. وفي نفس الوقت لان لو عملت عملية مش هتقدري تنظفي بيتك النظافة دي كلها، فالبيت محتاج ان هو يتنظف واحتمال يبقى عندك عملية. فخلاص هبدأ بقى استف حتتي كده واشوف نفسي وعشان حتى لو دخلت عمليات تكون بيته نظيف. وعشان لو قمت بالسلامة برضو هو نظيف، ما اضغطش نفسي وانا لسه برضو في فترة نقاهة او انا قايمة تعبانة. تمام. بدأت بقى هنا اشيل الحاجة بالراحة كده من هنا ومن هنا. الكنبة التانية خلاص دخلت الغسالة وشغالة عليها، واشتلت دي عشان ابدأ بقى اكنس التراب بقى كله والم ارض كده وانضفها. ايدك في حاجتك واحدة في واحدة، كل يوم تسلي تعملي حاجة هتلاقي الشغل مش متراكم عليكي، هتلاقي حتتك نظيفة كل يوم، مش محتاجة انك تنظفيها بالشهر ولا بالاسبوع ولا بالكلام ده. انت لو كل يوم سليتي عملتي حاجة واحدة، شلتي النهاردة مثلا كرسي واحد غسلتيه جنبك، شلتي النهاردة مفرش غسلتيه جنبك، وانت في المطبخ فضيتي ضرفة واحدة عملتيها جنبك، بقى بيتك وحياتك كلها نظيفة ومش محتاجة تجزئي يوم كله كامل لحد ما ظهرك يوجعك من الوقفة او رجلك او ايا كان، او تضيعي يوم كامل. المهم زي ما انتم شايفين بقول لكم ان الكرسيين دول كانوا مغسولين، وبقى الكنبتين دول والمفارش دي مغسولة والدباديب مغسولة، كل ده كان فيديو وكل ده اتمسح. بصراحة الدنيا ماشية معايا عكس اليومين دول ومش عارفة في ايه. رغم يعني ان الواحد نيته سالكة، بس يلا الحمد لله مش عارفة في ايه، بس كل اللي يجيبه ربنا حلو. رحت بقى شفت الغسالة. تقريبا هنا كنت خلصت دور وده حطيت دور تاني تقريبا. المهم دخلت بقى كنت حمرت لسان عصفور وكنت سلقت البطة. بس اما حمرت لسان العصفور طفت عليه لما البطة تستوي عشان اخد المرقة بتاعتها، اطبخ بيها لسان العصفور اسويه بيها. فبدأت هنا اسوي بقى لسان العصفور، وجبت بقى الهدية المحترمة الجميلة دي وقمت جاية بقى حاطة عليها برضو المرقة بتاعة البطة وولعت عليها. وكنت عايزة اقول لكم ان الفيديو المضغوط قدامكم في 10 دقايق دول هو واخد يوم كامل. وطبعا ستات البيوت الشاطرة النظيفة الجميلة عارفة انا بتكلم في ايه، يعني عارفين يعني ايه ضغطة شغل وتفضلي شغالة طول اليوم وتلميهم في 10 دقايق. المهم بقى قمت جايه حاطه الاكل يستوي كده، بوريكم ان انا عملت لسان العصفور والمرق، وسبت الاكل بقى كله يستوي فيه على النار وطلعت على البلكونه. الهدوم اللي انا غسلتها الصبح اول ما صحيت اتنشرت خلاص. هنا فاضل معايا الفرش، وابدا اطلع الستاره لبره وهحط الفرش اللي انا غسلته اول باول كده، اللي يطلع من الغساله انشري عشان تخلصي. هنا بقى الجردل كده بتاعنا ده اللي اسمه سبت بتقولوا عليه مش عارفه، هو جردل عندي كده بحبل. اما بكون محتاجه حاجه من الشارع
ممكن حد يحطها لي في ناولها. العيال مثلا رايحين درس مثلا وهيجيبوا لي طلب ويحطوا لي ويروحوا درسهم كده يعني. ده المنقذ. المهم كان ولادي خلاص كان وراهم دروس وجم، وكانوا طبعا واقعين من الجوع وجعانين يا ماما وريحة المحشي يا ماما ويلا ناكل يا ماما. قلت لهم حاضر، في ثواني الاكل هيكون جاهز. إيه، وحمرت البطة وما قدرتش اصور معاكم اكتر من كده. إيه، عايزة اقول لكم حافظوا على اخواتكم قوي لانهم بالدنيا وما فيها. إيه، الى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير دايما.